أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. معاكم عماد العطار. النهاردة معانا أول تعليق من دمشق على الغارات الأمريكية. يقال أن الاحتلال لن يستمر، تعليقا على الضربات الأمريكية التي شنتها الولايات المتحدة على الميليشيات التي استهدفت محافظة دير الزور في الشرق السوري على الحدود مع العراق. وأكدت دمشق رفضها للوجود الأمريكي على أراضيها، وأعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك أن الهجمات الأمريكية بشرق البلاد استهدفت منطقة يحارب فيها الجيش بقايا تنظيم داعش، معتبرة أن هذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم وتعمل لإعادة إحيائه ذراعا ميدانية لها سواء في سوريا أو العراق بكل الوسائل. وقالوا إن الاحتلال لن يستمر، كما وصفت سيطرة القوات الأمريكية على أجزاء من الأراضي السورية احتلال لا يمكن أن يستمر. وقالت كمان إن الجيش السوري عازم على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال. إلى ذلك أشارت إلى أن الضربات الحيوية الأمريكية أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق إضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. ورأت كمان أن هذه الغارات التي وصفتها بالعدوان ليس لها مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب. أتى هذا الموقف بعد ساعات على استهداف الطائرات الأمريكية أكثر من 85 هدف في غرب العراق، لا سيما في القائم ومحافظة دير الزور في الشرق السوري، حيث تنتشر عدة فصائل مسلحة موالية لإيران، وذلك ردا على استهداف طائرة مسيرة الأسبوع الماضي قاعدة أمريكية في الأردن وأدت إلى مقتل 3 جنود أمريكيين. وينتشر في سوريا ما يقارب 1000 جندي أمريكي مقابل ما يقدر بنحو 2500 جندي في العراق، إلا أن هذا الوجود بات موضع مطالبات بالرحيل لا سيما من قبل الحكومة العراقية منذ تفجر الحرب في قطاع غزة وتصاعد التوتر على عدة جبهات في المنطقة. الإيراني الأمريكي قبل هذه الضربة مثلما تم قبل ضرب إيران لقاعدة عين الأسد. العسكريون يقولون أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن الضربة قبل وقوعها بأيام سمح لإيران وميليشياتها بسحب القيادات الميليشياوية وقيادات الحرس النووي تجنبا للضربة وخسائرها. ولذلك فإن بعض المراقبين العسكريين لا يتوقعون أن يكون لضربات الليلة أضرار تذكر، على الأقل ليس على مستويات القيادات المهمة. تبدو ضربات الليلة محدودة ومتفق عليها قد تحرج إيران بتنصلها من مسؤولية المقاومة بهذه المناطق إذا ما تكررت، ولكنها حتى الآن لا تزال ضمن قواعد الاشتباك المتفق عليها بين مرشح الرئاسة الأمريكية القادمة جو بايدن وبين طهران.